يستعد المنتخب التونسي لخوض واحدة من أهم مبارياته في دور المجموعات من كأس إفريقيا 2025، حيث يلتقي منتخب تنزانيا في الجولة الثالثة والأخيرة من هذه المرحلة. هذه المباراة تحمل طابعاً حاسماً، سواء من حيث تحسين ترتيب المجموعة أو تعزيز حظوظ التأهل بأفضل سيناريو ممكن، مما يجعل الجماهير التونسية تترقب اللقاء بكل حماس وثقة. المباراة ستقام يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، وهو موعد ينتظره عشاق نسور قرطاج لمعرفة شكل الفريق قبل الدخول في الأدوار الإقصائية. تنطلق صافرة البداية عند الساعة 6 مساء بتوقيت تونس والمغرب، والساعة 7 بتوقيت مصر، 8 بتوقيت السعودية. اللقاء سيقام على أرضية ملعب الرباط الأولمبي في العاصمة المغربية، أحد أبرز ملاعب البطولة، والذي استضاف مجموعة من المباريات القوية منذ انطلاق المسابقة. الأجواء هناك ستكون مثالية لمنتخب تونس، مع دعم جماهيري كبير ينتظر رؤية أداء قوي وروح قتالية من اللاعبين. أهمية المباراة كبيرة، فحتى وإن كانت بطاقة التأهل قريبة، إلا أن إنهاء دور المجموعات بنتيجة إيجابية يرفع المعنويات ويمنح الفريق دفعة قوية قبل الدخول في مرحلة صعبة لا تقبل الأخطاء. المدرب سيحاول الاعتماد على عناصره الأساسية، مع إمكانية تدوير بعض المراكز للحفاظ على جاهزية الجميع. أما القنوات الناقلة، فسيتم بث اللقاء عبر شبكة بين سبورتس بصفتها الناقل الرسمي للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما ستوفر القنوات استوديو تحليلي شامل قبل وبعد المباراة، وتغطية لكل التفاصيل الخاصة بالمواجهة.